في قضية 30 مليون دولار لم توفي بها الجزائر آنذاك إلى يومنا هذا. فبالتالي بعيدا عن البروباغندا الإعلامية، دعك في الحقيقة. رئيس جمعية البركة خرج شخصيا، موجود أيضا تسجيلاته على التيك توك، يتكلم عن سرقة أموال المساعدات لأهالي غزة لم تصل إلى غزة. هذه ليست هنا المشكلة. المشكلة يا أسعد، أنا أقول لك، هناك من يريد إقصاء المغرب في القضية الفلسطينية، وتحديدا في القدس. القدس قلت لك يا أسعد، هناك أشياء وسخت ودونت وسجلت عبر التاريخ، ومن يسجله التاريخ لن يمحيه الزمان، لا أنا ولا أنت ولا أي أحد. المؤرخين ومن سجلوا التاريخ سجلوه كما هو. فبالتالي الإخوة في شمال إفريقيا، هذه ليست منقصة، هذه ليست منقصة لكم، ولكن هذه حقيقة. تفرد المغاربة في القدس وسلم الهدية من صلاح الدين الأيوبي، وكما قالوا لكم هم يثبتون في البحر يثبتون في البر ويبطشون بالبحر. هذه حقيقة. فبالتالي كل هذه العائلات، إذا أنت بتقدر تثبت إنه غير ذلك تفضل، أو عندك حقائق منافية لذلك تفضل، لكن لا الأسعد معلش جزئية بسيطة، دعوكم من المجاملة يا أسعد. ذهب ربما ذهب، ما فيش حاجة اسمها ربما ذهب. التاريخ كما هو وسجل كما هو، والعائلات والأنساب مسجلة كما هي. بالمناسبة أنا أول مرة صعدت معك يا أسعد وقلت لك كلمة جوهرية. تذكر قلت لك المغاربة لديهم كلمة على السفير المغربي، إن قالوا لا نريد تستيقظ الصبح أنت كفلسطيني لن تجد السفير المغربي في الأراضي الفلسطينية، لن تجده. إن لم يرضوا عنه لن تجده. فبالتالي لديهم مكانة في المغرب. أشكرك. شكرا. معك قبل أن يأخذ الميكروفون عبد الرحيم، يعني هي نقطة يستطيع المغاربة أن يحسموا هذا اللايف بشكل قطعي، وهي ننظر كما قال الدكتور بونمر، هو أنا نسيت اسم الدولة، من كان يحكم هذه شمال أفريقيا في تلك الحقبة أيام صلاح الدين الأيوبي. إذا استطعتوا يا مغاربة تاريخيا أن تثبتوا لنا ما اسم تلك الدولة التي كانت تحكم في شمال أفريقيا والتي تعامل معها صلاح الدين الأيوبي، عندها سنحسم المسألة من هو أصل هذه التسمية ولمن، وأنه خلص إذا كانت دولة مغربية وأن الجزائريين وبعض الأراضي كانت منسوبة إليها فحسم الموضوع. صافي. هذا علي أسعد، أنا جئت لهذا. هذه لك يا قولك في هذا مزيان. أحسن شيء هذا نخليها للأستاذ رجلون وكفاء. وشعيب، أنا إذا عدت إليك سأقول لك أن هناك أوسمة على صدر النظام الجزائري من فلسطينيين. للأسف الشديد أنتم الفلسطينيين الشيوعيون منكم كانوا يمدحون الجزائر ويتزلفون للجزائر. وإذا جبت اليوم محمود عباس هذا ولا جبت أي واحد من هؤلاء الذين لهم بعد شيوعي سيقول لك الجزائر وأرض الأحرار وأرض الشرفاء وأرض الكذا والمجاهدين، ويجي يقول لك أن المغاربة هذا يقصد بها الجزائر ولا يقصد بها كذا، ويقول لك أن الأوقاف كلها الذي أوقفوها المغاربة هي أوقاف جزائرية. يعني أنتم أيضا ممكن الآن الجزائريين لو أنهم يستطيعون، أنا ربما أغششهم دابا، يأتوا بمقولات لشخصيات فلسطينية، قيادات رموز فلسطينية شيوعية، لأنه أصلا الأنظمة التي حكمت الجزائر كانت شيوعية أصلا، ولم يكونوا يتعاملوا مع فلسطين كالتعامل المغربي كما أثبته الأخ شعيب أو في البداية، أن التعامل المغربي كان على أساس عقائدي، ليس لأنها قضية عربية وليس لأنها قضية سياسية وليس لأنها قومية، لا، لأنها قضية دينية، ويرتبط هذا بنسب الملوك الذين يحكمون المغرب. بينما أنتم كنتوا شيوعيين، كنتوا تروا الدين أصلا تخلف والدين كهنوت، وبالتالي حتى عندما كنتم تدعمون الشيوعيين، أبو خليل، أبو مدري من، أبو هؤلاء حق فتح الشيوعية هذا التي باعت واشترت أصلا في فلسطين للأسف الشديد. ركزوا لي على هذا النقطة. عبد الرحيم تفضل واسمح لي على التأخير. السلام عليكم. أنا السلام أسعد والسلام عليكم مرحبا. جميع. رغم أنني كاين في عطلة وقالوا لي الإخوان كاين لايف حاسم يتعلق دائما بمجال اللي تنتكلم فيه، وأنا هاد اللايف نحطو حجة عليا كمغربي أمام أي جزائري يسكريني ويسجل اللايف وياخذ اللايف ديالي فين ما بغى، حتى لو عطيتوني دقيقتين 3 دقائق 5 دقائق أنا داير معاه التحدي. أولا
علاش فاش نقولوا حنا كمغاربه ان الدوله الموريه اللي كانت الحدود ديالها بجايه او دوله البكوات قبل الميلاد كانت تضم المجال الجزائري كله، تتهربوا تيقول لك نوميديا فهي جزائريه. وعندما نتكلم على اسم المغرب تولي جزائري وتولي تونسي. يا سلام يا سلام. لكن قبل أن نتكلم هل باب المغاربة اسمه ينسب للمغرب أم شيء من هذا القبيل، أولا نقلب على اسم المغرب لمن ينسب ومن ذكر المغرب وما هي كلمة المغرب أولا، ثم عندي 4 نقاط نساليها ما تنعطلش. أولا تنعرفوا أن من ذكر المغرب بمغربا أو المهريم أو الموريم وهم اليونان والإغريق. هاد اليونان والإغريق ذكروا لنا المغرب في 400 قبل الميلاد بالمهريم والموريم. بنقطة تنعرفوا أن الإيطاليين أو الرومان ذكروا لنا المغرب بالمور لأنهم هما اللي ساعدوا الفينيقيين، ولم يكن شيء اسمه الجزائر بل كان الماسيل والماسيسيليين تحكمهم الدولة المورية. عندما ينتهي هذا الصراع كامل ديال الماسيل والماسيسيليين وظهر لنا نوميديا والى اخره، غنوصلوا حنا قلنا كلمه فينيقيه واغريقيه تنتمي للمجال المغربي بشهاده هيرودوت والقائد العسكري يعني القرطاجي حانون. هادو من اثبتوا لنا ان اسم المغرب يعود للمغرب فقط، يعود للمور ويعود لمملكه البكوات التي حدودها من بجايه الى الصحراء المغربيه. أما لا رجعنا لهذا العصر، يعني ذكرنا أن كلمة الجزائر كمدينة ظهرت في 960 ميلادية على ظهر الفاطميين من أسسوا مدينة وانطلقت من مهدية بتونس، وكان دائما مجال المملكة المورية أو موريطينية من بجاية إلى الصحراء المغربية. لكن لمشينا وهضرنا على ابن بطوطة، هو الذي قسم المجال إلى المغرب الأقصى والمغرب الأدنى والمغرب الأوسط. سيدي أشرع الإخوة أسعد تقدر تكتب ويعني وتأكد أن هذا المجال ما تقسم للمغرب الأدنى والأوسط ويعني والأقصى حتى لفترة ابن بطوطة. ابن بطوطة أتى بعد الماريين، في فترة الماريين بعد معركة حطين اللي هي 1187. ابن بطوطة اللي تولد في 1304 وتوفى في 1368 هو من جزأ هذه المنطقة لهذا المجال. علاش؟ لأن المغرب أو المجال الذي كان يحكمه المغرب وهو أدنى وأوسط للعرب، يعني العرب من يأتون من الشرق يقولون لقد وصلنا إلى أدناه وإلى أوسطه وإلى أقصاه. طيب، بمعنى أن الأقصى هو الأصل. وعندما يعني وصلت معركة حطين 1187 كانت ذات الموحدون عملت معركة مع الأيوبيون تتسمى معركة بنو غازي ومعركة طرابلس في الحدود، فحددوا المجال الجغرافي. ونعاودها، الأيوبيون والموحدون حددوا مجال جغرافي بينهم وهو بنغازي وطرابلس سنة 1184، وبعدها مباشرة جت معركة حطين. أرجع لكلامك أسعد، لأن المغاربة حتى وهم في خصام مع الأيوبيون ذهبوا في الدفاع على القدس من الناحية ماذا؟ من الناحية الدينية. سنة 1000 وهم بحراء استشهد من المغاربة كم؟ 800 مغربي و300 أيوبي. هذه المعركة هذه استشهدوا فيها 800، يعني شكون اللي انهزم أسعد؟ انهزم المغاربة في معركة الأيوبي، بمعنى المغاربة هم المظلومين، ورغم ذلك نصروهم في معركة حطين. لهذا سافر الموحدون في السفن، لم يسافروا على رجليهم. لمشي نحن نبحثوا، المغاربة سافروا في السفن، بمعنى مسافة الجنود كانت أبعد من تونس والجزائر. هذا وإن تكلمنا على هذه النقطة، لكن السؤال المطروح من كان يحكم هذا المجال؟ وهي الدولة الموحدية من عاصمتها مراكش بقيادة الموحدون بقيادة يعقوب المنصور التي كتب عليها وقف هنا ريميتو. الموحدون كانوا يحكمون المغرب في ذلك الوقت أكيد من عاصمتهم مراكش التي كانت تأمر وتبعث الرسائل لكل يعني مساعديها في هذا المجال ديال الجزائر. صافي أنا أريد جزائري أن يعلق لي على هذه النقطة، كيف ستخرج من هذا المأزق؟ ورجل وكفى بقي سيفصل في هذه التفاصيل. خرجوا لي من هذا المأزق. إذا كان في هذه الحقبة كان يحكم الموحدين أو الموحدون،
وهي دولة حكمت من مراكش كما يتكرم الأخ. أكمل يا عبد الرحيم. طيب، نحن تكلمنا عن ابن بطوطة الذي حدد المجال والذي سافر وجال في العالم، ثم تكلمنا على معركة حطين لكي نضع توابت كلامي. سنة 1187 معركة حطين، معركة بنغازي التي حددت المجال وانهزم فيها الموحدون ضد الأيوبيون، ورغم ذلك ساعدوهم تأسيس يعني الدولة الحفصية. الدولة الحفصية وهي التي ستجزم كذلك لكل متضلل يعني جزائري ومن أي بلد كان، لأننا نتحداه وأتحداه ونسافر حتى لعنده في تونس، في الجزائر، في مصر، في المبغى. طيب، فلو وجدنا أن الدولة الحفصية تأسست سنة 1229 مباشرة بعد سقوط القدس في يد الألمان، في يد فريدريك الثاني. هذه الفترة شكون اللي خان المغاربة؟ خانهم الأيوبيون بعد تفريط الكامل ابن العادل في القدس، فرط كذلك في الاتفاقيات مع الموحدون، كان يحمي ظهرهم من ناحية مصر، يعني ساهم في تقسيمهم وتأسيس الدولة الحفصية التي أسسها حفص الهان الثاني المغربي من جبال مصمودة مراكش. أنا نكمل بسرعة. كاينة 30,000 أسرة مغربية يعني تساعدها السلطات المغربية يوميا في العيش، يعني في تاخذ مساعدات غذائية يوميا. كم الرقم؟ 30,000 أسرة. 30,000 أسرة فلسطينية تتساعد المملكة المغربية يوميا، تتسمى مساعدة الرغيف أو التغذية، وهذه راه موجودة اللي ببحث عليها. أما اللي قال لك بومدين، سأصل لك حتى نظرية بومدين. لماذا؟ لأن بومدين ولد في فترة موحدون، طالبه يعقوب المنصور أن يدخل لمراكش، وهو في طريقه إلى مراكش توفي في تلمسان، فمن وضع ضريحه ومسجدا عليه؟ وهما المارينيين. أما بالنسبة للمارينيين فهم يملكون أوقافا. ممكن نوقف هنا باش الناس اللي بيسجلوا الأوقاف المغربية التي تنسب للمارينيين. يتواجد في القدس أوقافا مارينية للمغرب تتواجد بقرب حائط المكي، وهي بنايات وهي يرجع البعض منها إلى عهد الدولة المارينية، وتوجد خارج السور قرب مقبرة المسلمين، وبقع أخرى مساحتها تفوق 400 متر هدمها الصهيونيون، منها 270 ملك مغربي حتى نهاية 1977، وعائلات عدة أسماؤها تعود لمدن مغربية تؤكد أن من حارب مغاربة، وهم العائلات السجلماسية، العائلة الفلالية، العائلة التلمسانية، والعائلة الطنجاوية، والعائلة السلاوية، والعائلة المراكشية. ونهاية الحلقة ورفعت الجلسة. دائما سيدي أسعد أتيك بالتوابت وأتحدى كل من ولدته أمه وزغرتت عليه. أخي أنا دعني أمنحك دقيقة إضافية. دقيقة، اسمح لي. أنت قلت أن تصنيفات ابن بطوطة للمغرب الأوسط والأدنى والأقصى. طبعا المغرب التي هي المغرب اليوم هي الأقصى باعتبارها أنها منتهى المغرب. لماذا اعتبرت أن الأقصى هو الأصل؟ لماذا لا يكون الأدنى هو الأصل أو الأوسط؟ لأن الاسم أصلا يعود لصاحبه، هم سموا من وصلوا إليه قبل أن يصلوا إلى الأصل. ومن سمى هذه الأسماء ابن بطوطة من العرب، من كانوا يأتون للمغرب. ما هو يعني إذا المشرقي أو العربي جاء إلى هذا المغرب سيأتي أولا إلى تونس. نعم، ويسمي لأنه كان مجال لماذا لا تكون تونس هي الأصل في التسمية؟ وتونس معروفة بإفريقية، لكن لماذا تكون الجزائر وهي الوسط؟ أنا نقول لك لماذا سموا هذا الاسم فقط في فترة بعد يوسف المتشافي، لأن هذه الأماكن أصبحت تابعة للمغرب في فترة يوسف المتشافين، وكانت قبل هذا التاريخ مجزأة إلى إفريقيا، لكن الجزائر لم تكن يوما ما قبل بعد 1969. أوكي. شكرا لك. أولا الحائط نظل اسمه حائط البراق وليس المبكى. هذا الاسم ومصطلح يهودي حتى مثلا، أنه حائط البراق الذي وقف عليه براق النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. قبل أن يأخذ الموضوع تحية الجزائر وبعده رجل وكفى، أتساءل سؤال كمسير: لماذا لا يزاحم المغرب إلا الجزائريون؟ والله سؤال بريء.
سؤال بريء، وأتمنى أنا الأخ التونسي حاولت أطلعك. لماذا لا نجد مثلا توانسة يشككون في روايات المغاربة؟ ولماذا لا نجد ليبيون يشككون في روايات المغاربة؟ ولماذا لا نجد موريتانيون يشككون في روايات المغاربة؟ اشمعنى الجزائري هو الوحيد الذي يشكك في هذه الروايات ورغم أنه أضعف الأطراف تاريخيا؟ والله تساؤل بريء، أتمنى أن أجد له جوابا إن وجد. وأخينا التونسي، سأحاول أن أصعدك مرة ثانية، أنت لم تستقر للأسف. تحية الجزائر، جزائري من أصل فلسطيني، تفضل. شو اخبارك يا عليكم سعد؟ السلام، الله يحفظك، أنت بخير؟ الله يبارك فيك. والله زمان احنا نحاول نطلع معك ولكن ما فيش فرصه، ماشي مشكله. مرحبا مرحبا مرحبا. الله يبارك فيك. شوف يا اخي يا سعد، لي ينكر دور المغرب وش اسمه تاريخ المغرب، هذا عارفه بلي حاقد. فهمت علي كيف؟ اللي ينكر تاريخ المغرب وش اسمه هذا حاقد. هذا انا بالنسبه لي حاقد، حتى لو كان جزائريا، حتى لو كان جزائري. تاريخ المغرب لا غبار عليه. الله اكبر الله اكبر. ولكن دابا اعتقد انه قرح فيك العرق الفلسطيني مش الجزائري. لا خليني بس احكي معك. ايوه بس انا يعني بالله عليك، انا اليوم شفت، اقسم لك بالله يعني كان دي بالنسبه لي درس للعنصريه. تخيل، عنصريه لم اراها. اعوذ بالله يا رجل، اعوذ بالله يا رجل، تخيل، اعوذ بالله، خليني اقول لك اعوذ. تخيل. ايه بدناش نحكي من المواضيع جديده، خلينا نحكي كتاريخ. فهمت علي كيف؟ يعني انا في التواريخ هذه لما كانت الدوله شو اسمه المملكه المغربيه كانت هي حاكمه كل شمال افريقيا. يلا خلينا نحكي الكلام هذا، مش مشكله. انتم بدكم هيك، احنا موجودين معكم. أيوة. هو كان في مصالح في مصالح جوازات سفر. هو هذا الجزائري والتونسي ولا اي واحد لما كان بده يروح مع المغاربه كان بده يخطف الجواز يعني شمال كيف يعني؟ ما كانتش ولا حاجه شمال افريقيا الا المغرب. يا أخي ما قالوا، الدكتور عبد الكريم بونمر قال كلاما واضحا: كانت المغرب هي من تحكم شمال أفريقيا، وكان الناس يسمون مغاربة، وكان هناك ممن يسمى اليوم ليبيا وتونس والجزائر كانوا موجودين ضمن الدولة الموحدية أين التي حقهم؟ ذهبت وساعدت صلاح الدين. يا جنة احنا وهذا أين حقهم هذول الناس؟ أين قالوا حقهم؟ حلبوه معزة ولو طارت أحقهم فنغربلهم. منين القي لك من هم؟ أولا عشان كان مغربي خلاص يا اخي افتكروا ان انتم كنتوا مغاربه وانت موضوع هذا حقهم. صلي على قرا. لا اله الا الله محمد. حوار عقيم والله العظيم. خلاص شكرا. شكرا. ما عندك والو صاحبي. شكرا لك. الاخ رجل وكفى ثم زيد. سلام الله عليك اخي. اهلا وسهلا، الله ينورك، الله يحفظك. لا والله لا تليق بك الغضب، يليق بك الابتسام فقط والغنى. والله ما دريت ماذا يريد. هذا يعني اجي له شمال يجي لي يمين. قال اين حقهم؟ ايش حقهم؟ انا جيت محكمه ولا انا ايش اقول لك؟ انا فكها انت يا استاذ، فكها انت. هذا الماضي انت تاخذ ببعض حلمك وهو لا يفهم هذا، ونطلب له العذر. ان الحليم يطلب العذر للبر والفاجر، ولو أن الأخ مو ليس بالفاجر. ما علينا. تحياتي أخي. نبغي نحرر الكلام بهدوء ابتداء بالقول. مني دخلت كان واحد الأخ يقول إنه لا يعترف بلجنة القدس أو بأثر المغرب في لجنة القدس أو بالأيادي البيضاء المالية، أي العملية الفعلية، مش الكلام، مش المتاجرة، مش الشعارات التي للمغرب. ومن يطلب منهم المغرب الدعم من المسلمين والعرب كلهم في إعمار مدينة القدس. أنا أقول له ما قال رجل حكيم قديم: إننا نتقرب إلى الله بالبعد عن أهل الجهل. فأن يقول لنا هذا الرجل إنه لا يعترف، هذا من أسباب فخرنا. يعني نحن نفتخر أنه لا يعترف، لأننا نحن نفتخر إن اعترف كريم. أما أهل التخرص والترخص فأن لا يعترفوا، هذا من أسباب يعني افتخارنا. يا أخي بالغ بأن لا تعترف، والله إن هذا من أسباب فخرنا. بالغ زد في ذلك، زد في ذلك فضلا. إننا نتقرب إلى الله بالبعد عن أمثالك. المسألة يا أخي هي كالتالي: المسألة سياسية مش شخصية، مش قبلية.
السؤال البسيط، من راسل صلاح الدين الأيوبي البطل الهمام لأجل أن يعينه على الصليبيين؟ هل راسل حاكما في الجزائر؟ لا. هل راسل حاكما في تونس؟ مع الاحترام الواجب لتونس، لا. ايوه. هل راسل ليبيا؟ لا. راسل شخصا يقيم ويحكم من مراكش، ويا أسعد راسله ب4 رسائل، واستجاب المولى يعقوب المنصور في الرسالة الرابعة.